صباح الخير أو مساء الخير حسب ما تشوفوني. طبعا عايز أقول ألف مبروك على الإنجاز الكبير اللي تم في المتحف المصري الكبير. كل الناس فرحت وكل الناس كانت مبسوطة وكل الناس كانت قاعدة في البيوت بتتابع وبتتفرج، وكان عمل عظيم وشيء عظيم وفرحة كبيرة لينا كلنا. بس كان في مع الأسف بعد ما العرض خلص وإن ابتدت الناس تتكلم، واللي فاهم واللي مش فاهم يتكلم في العرض ويتكلم على اللي حصل فيه، على أساس إن كلنا يعني فنانين ومخرجين وبنفهم في الشغلانة قوي. واحد يقول لك أنا مش عارف ما شفتش إيه، واحد يقول لك أنا شفت إيه، واحد يقول لك ده مخرج، ده أصلا كان مصور، هو ماله مال الإخراج، واحد يقول لك دول مالهمش دعوة لأنهم كانوا اتنين مخرجين. كويس. الشغلانه دي بتبقى شغلانه مونتير هوا. مونتير هوا يعني سريع، ايده خفيفه، بيبقى قدام منه كذا منطر شايف العمل كله قدامه حسب الكاميرات المتوزعه في المكان. كويس. وبيبقى شايف كل حاجه قدامه. بالمخرج اللي قاعد جنبه بيقول له الحقني، اقطع دي واقطع دي واقطع دي، هات على دي وهات على دي وهات على دي. كويس. وبيطلع العمل في الاخر يبقى شكله كويس لما الناس بتطلع على الشاشة قدام الناس يعني كده. فالناس كلها اتفلسفت واتكلمت على ان ده حلو وده مش حلو. ده عمل كبير جدا، في عدد من الكاميرات مهولة، في سفر لبره مصر لدول تانية، تصوير في دول تانية، اللي هو الماتيريال اللي كنا بنشوفه على الشاشات، في مجهود، في تعب، في حاجات كتيرة يعني. بصراحة كتر ألف خيرهم ويشكروا على المجهود اللي هم عاملينه. يشكر كل العاملين في المكان اللي هم بقالهم من 2005 ولا قبل كده بيحضروا في المكان دون. كويس إنه طالع بالجمال ده والشكل دون. كتر خير الدنيا. نشكر الناس دي كلها على جهودها، نشكر الدولة كلها على جهودها، نشكر مصر بحالها فرد فرد على إن هو وقف وساعد وساهم وسكت وسمع واتفرج على العمل الجميل دون. ولا ايه رأيكم؟ سلام.